في المدينة المنورة لما يأتي الشخص ليسلم على الرسول، الوهابية لا حط يدك، لا تحط يدك على، نزل يدك، يضربون الشخص، لا يعرفون. الله حرمهم بركة ذلك المقام. أخبرني رجل من 30 سنة في لبنان، رجل تقي كان في الجيش العثماني، هو عمره في ذلك الوقت نحو 100 سنة، والآن مضى 30 سنة. قال نحن جاءنا أمر بأن نمكث 8 أشهر في المدينة، جيش عثماني. قال ذات يوم في هذه المدة ذهبت إلى مقام الرسول فأدخلت يدي في الحديدة، في حديدة توجد حدائد، منكم من رأى منكم حدائد شبيكة حديد يوجد فتحات. قال أدخلت يدي هكذا ما لمست الحديد، أدخلتها أخرجتها. قال 15 يوما يدي يفوح منها الطيب، أغسل يدي بالصابون ما زالت 15 يوما. هذا من بركات الرسول. هؤلاء البهائم الوهابي لا تعرف الله حرمها، الله حرمها. هذا الرجل أعتقد أنه من أولياء الله. قبل أن يموت قال يصير دم في لبنان، في بيروت يصير دم. بعد ذلك صار حرب في لبنان. ثم قال زارني 2 من الملائكة. بعد ذلك ما طال مات. هذا الذي أدخل يده في الفتحة، أدخل يده كفه وأدخلها ما مس الحديدة، في هواء الفتحة أدخلها ثم أخرجها. علق به الطيب 15 يوما، يغسل بالصابون ويتوضأ، ما كان يذهب الطيب. ما اسمه مولانا؟ ما اسمه مولانا؟ الحاج خليل أيتاني، رأس بيروت، ساقية الجنزير. نعم. كان يحب الأذان، يصعد على السطح يطلع يؤذن الأوقات 5، دائما يذكر الله. الذي يراه لا يعتبره شيخا. ما يحصي بركات الرسول إلا الله. قل يا حاج.